اللهم بعد عنا كثرة التفكير وحيرة القلق، وارزقنا راحة البال. معقولة اللي أنا فيه واللي أنا حاسة بيه؟ ما بقتش عارفة اللي أنا فيه ده حقيقة ولا خيال، واقع ولا حلم. نفسي الزمن يرجع بيا 4 شهور لورا وانسى اللي حصل في ال4 شهور دول. من 4 شهور بالظبط نقلنا لسكن جديد، انا وبابا وماما واخواتي البنات الاتنين. انا الوسطانية. بابا وماما ربونا على الصراحة وعزة النفس. احنا 3 بنات اجمل من بعض، لان ماما جميلة جدا. اتقدم لنا ناس كتير. اختي الكبيرة مخطوبة بالفعل، زواج تقليدي زي ما بيقولوا، زواج صالونات. وكنت مهيئة انا واختي اللي اصغر ان احنا نتجوز بنفس الطريقة العقلانية، اختيار الاب والام اللي معلهوش غبار. ما فكرناش في الحب، سمعنا عنه لكن ما فكرناش فيه. اتربينا على الصراحة والوضوح. محدش فينا كان بيخبي حاجة على باقي الأسرة، لا على الأب ولا الأم ولا الإخوان. أسرة هادية في حالها، مناش اختلاط بحد. الشقة اللي احنا سكننا فيها كانت آخر دور في العمارة، كان فوقها روف. الروف ده كان هادي جدا، عجبني. بدأت أهتم بيه وازرع واحط ورد واحط خضار وازرع كل حاجة فيه. وبقيت اهتماماتي كلها كده. أنا عندي 21 سنة، يدوب خلصت جامعة لكن لسه ما اشتغلتش، فكان ده شغلي. كل وقتي فراغ، فهو ده وقت الفراغ، هواية وتسلية ومقضية فيها وقتي كله. أصدقائي هم اخواتي البنات، كنت مكتفية بصداقتهم، وباقي الناس زمالة ومعرفة وأهل وأحباب. لكن الصداقة صداقة مع اخواتي البنات وأمي طبعا وأبوي. كل يوم كنت أطلع روف أهتم بالزرع بتاعي وأفرح بشكله اللي بدأ يكبر ويرعرع ويخلي السطح جميل. أطلع شوية بالنهار وشوية آخر النهار لحد ما الصيف جه ولقيت الدنيا حر، ففضلت إن أنا أقعد في الروف معظم وقتي. أنا بحب القراية والموسيقى برضو. طلعت مرة و2 و3 لحد ما في يوم سمعت صوت جميل قوي بيغني في الروف على جنب، وكنت لوحدي. ساعات أختي كانت تطلع معايا وساعات كنت أطلع لوحدي. الصوت شدني قوي، صوت لشاب، صوت جميل قوي قوي، أجمل من أي صوت سمعته بيغني. لقيت نفسي بتجه ليه، لقيته قاعد في ركن من الروف. اتلفت وبصلي وابتسم على ضوء القمر، وقلت له صوتك جميل قوي. ورد قال لي وانتي شكلك جميل قوي، حضرتك مين؟ قال لي انا جاركم. جارنا فين؟ جاركم الشقة اللي قدامكم. طيب اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكم، انتوا السكان الجداد، احنا السكان الجداد. وخدنا ودينا مع بعض، وكان في منتهى الاحترام. قام وقف وهو بيتكلم معايا، وطال الحوار بينا عن الموسيقى والغنى والزرع الجميل اللي أنا زرعته.
وخلص الحوار ونزلت وحكيت لأختي وحكيت لماما، وتكررت اللقاءات في الروف. بس كان الغريب اني لما اطلع مع اختي ملقاهوش، وكأنه كان بيراقبني لما كل وحدي عشان يقعد يتكلم معايا. والموضوع ده كان بسطني الى حد ما. واختي كذا مرة تقولي نفسي اشوفه اللي بتتكلمي عنه. وقت بينا صداقة حميمة، وقال لي ان هو خريج ألسن وبيشتغل في شركة كويسة جدا ودخله معقول، ومن الآخر كده عجبته، هو كمان عجبني، لكن محتاجين فرصة نعرف بعض أكتر. طبعا حكيت لماما، وماما قالت لي كل اللي انتي قلتيه كويس قوي، لكن أنا محتاجة أقعد معاه وأتكلم معاه قبل ما نفاتح بابا في أي حاجة. طيب ماما طلعت معايا مرة واتنين وتلاتة وهو ما يجيش. وبعدين ماما بدأت تقلق منه، قالت لي هو ليه مش عايز يكلم حد فينا وبيكلمك انتي لوحدك؟ لو كان جد فعلا كان كلمني، كان قاعد معايا. قوليله يا يتكلم معايا يا ما يتكلمش معاكي تاني، عشان انا لو قلت لبابا هيمنعك انك تطلعي الروف اصلا. وطلعت. دايما لقاءاتنا كانت بتبقى على ضوء القمر. قال لي دي احب الاوقات لقلبي اني اطلع الروف في الوقت ده، ما بحبش اطلعه بالنهار. وانا كمان بقيت احب الوقت ده. وطلعت ولقيته بيغني، وسحرني المرة دي اكتر من اي مرة باغاني جميلة جدا، وكمان قال لي شعر حلو قوي. فرحت وقلبي رقص من الفرحة، لكن تماسكت وقلت له بص بقى، ماما مصرة تقعد معاك وتكلمك عشان علاقتنا دي تستمر. حسيت انه اتبرجل وقال لي مش وقته خالص. قلت له ليه؟ قال لي عندي مهمة تخلص وهقولك، أرجوك فهمني في ايه. لا مش وقتها، خلاص أنا زعلانة ومش هطلع تاني. وقعدت فعلا أكتر من 4 أيام ما اطلعش ولا اتكلم معاه ولا قبله، لكن لقيته بيطاردني في الأحلام بصورة فظيعة، لدرجة إن كان بيتهيألي إنه موجود معايا في الأوضة. قلت هو أنا اتعلقت بيه للدرجة دي؟ كل ما التفت في مكان ألاقيه واقف فيه. لا أنا هطلع واتكلم معاه، أنا مش قادرة أبعد عنه، اتعلقت بيه قوي. وطلعت يوم واتنين وتلاتة وكأنه بيردلي الألم إني سبته كم يوم فما بقاش هو كمان يطلع. أنا حاسة إني مفتقدة كل حياتي، مش جزء كبير من حياتي. أنا بحبه وبحترمه ومتعلقة بيه، وواثقة إنه هو كمان بيحبني وبيحترمني ومتعلق بيا. الموضوع أثر عليا قوي، وبدأت أتعب نفسيا وجسديا. فقدت شهيتي، ما بقيتش آكل ولا أشرب، لحد ما حصل لي هزل وأنيميا. وبدأت ماما توديني للدكتور، وأكيد بابا لاحظ ده وسأل في إيه. فماما اضطرت تحكي له، فقال لها ما قلتليش ليه من الأول؟ أنا هتصرف. بابا لقيناه داخل علينا وهو في حالة من الذهول رهيبة، وكأن جسمه بيتنفض. مالك يا بابا؟ في ايده صورة. قال لي هو ده الشاب اللي تعرفتي عليه؟ قلت له ايوه يا بابا هو.
جبت الصورة منين؟ وايه حكاية الصورة؟ قال لها ولا حاجة. لما ماما حكت لي قلت اقعد معاه، خبطت عليهم وقابلت والدته وقلت لها انا جاركم. قالت لي شفت حضرتك قبل كده كذا مرة، اهلا وسهلا، اتفضل. قال لها ليه عندك رجاء؟ اما ابنك يبعد عن بنتي او يقعد معايا ويفهمني هو عايز منها ايه. انا ما عنديش استعداد اكسر قلب بنتي. قالت له ابني مين؟ قال لها ابنك فلان الفلاني، مش ده اسمه؟ خريج ألسن كذا. قالت له ايوه. مين قال لك المعلومات ده؟ قال لها هو بنفسه. قال لها يا لا حول ما سمعت من الأم. سمعت ايه يا بابا؟ بصلي وراح واخدني في حضنه قوي وضمني ليه قوي وقال لي انسيه يا حبيبتي، انسيه. ليه يا بابا؟ هو مش صادق؟ هو كذاب؟ هو كان بيضحك عليا؟ قال لي لا يا ماما، هو ما بيضحكش عليكي، يمكن يكون كان صادق وانه بيحبك فعلا وانتي حبيتيه بالفعل، لكن الموضوع اصعب من كده بكتير. ايه يا بابا؟ ماما قالت له قول وخلصنا، عرفنا في ايه. دموع نزلت وحضني اكتر وقال لي ارجوك انسيه وما تسأليش. لا انا لازم اعرف. ماما كمان اصرت لازم تعرف. قال لها انتي عارفة الست قالت لي ايه لما قلت لها خلي ابنك يبعد عن بنتي؟ فقالت لي ابني بعيد عن الدنيا كلها. يعني ايه بعيد؟ قلت له ابني ميت يا استاذ، بقاله 4 سنين. ازاي؟ قال لها ابني اتقتل فوق في الروف، قتلوه حرامية كانوا عايزين يسرقوا، وطلع اتصدى ليهم وطعنوه في قلبه ومات في الروف. يعني ايه؟ يعني اللي بيظهر لك ده زي ما بيقولوا عفريته او زي ما بيقولوا شبح. كل اللي واقفين جسمهم كان بيتنفض من الرعب، حتى بابا، الا انا قلبي بس اللي كان بيتنفض، لاني كده خلاص اتحرمت منه. ما بقاش فيه حبيبي اللي اول مرة احب في حياتي. انا متعلقة بيه جدا، مش عارفة هعمل ايه من غيره. اول ما بابا قال الكلام ده وقعت من طولي وقعدت زي اللي في غيبوبة اكتر من 2 أسبوع، مش مصدقة اللي حصل، وكل خايف عليا، مش من صدمة قلبي بس، لا، لاني اتعاملت مع عفريت، مع شبح، ومش عارفين هل انا كده اصبت بشيء من الخوف والرعب ولا لا. مشكلة ان حبيبي ده بدأ يظهر لي في كل ركن في البيت. مش قادرة اتكلم، مش عايزة اقول لحد، ما بيتكلمش معايا ولا بيأذيني، لكن بيقف من على بعض يبصلي وعينيه كلها دموع، كأنه عارف او اكيد عارف اني عرفت الحقيقة. وانا لما بشوفه ما بخافش منه، بحس ان عايزة اقرب، عايزة اتكلم، عايزة يتكلم معايا، عايزة يرجع للحياة. يا وجع قلبي اللي بدأ بدري قوي. بابا اخد قرار ان احنا نسيب الشقة وننقل، وطبعا الكل موافق ومؤيد، وانا مش قادرة اقول او لا. لكن في اخر مرة ظهر لي فيها قلت له احنا هنمشي، هتيجي معايا ولا هتفضل هنا؟ هز دماغه بنعم يعني، وابتسامة جميلة، كأنه بيقول لي عمري ما هسيبك. وبدأنا نجهز فعلا عشان نمشي، وانا عمالة اقول لنفسي طب انا هكمل باقي حياتي مع الشبح ولا هعمل ايه في حياتي؟ انا متعلقة بيه قوي، ومش عارفة اخاف من فكرة انه مش انسان، انه مش عايش، انه مش على قيد الحياة. كل اللي في فكري ان ده
أول إنسان يدخل قلبي. المشكلة بقت فيا أنا وفي قلبي اللي اتعلق بيه زيادة عن اللازم، لدرجة إن بقول لنفسي لو ينفع أموت نفسي عشان أعيش معاه حياته هعملها، ولو ينفع أفضل أتعامل معاه كده على الوضع ده هتعامل. يكفيني إنه يقف من على بعد ويبصلي البصة اللي كلها حب وحنان وصدق وإخلاص. أنا مش قادرة أخاف منه، أنا مش قادرة أبعد عنه. فكرة إنه شبح أو عفريت مش قادرة أصدقها. أيوة، أنا بحب شبح، أنا بحب عفريت. ماذا تفعل لو كنت مكان؟ وانتظرونا الحلقة الجاية من حكايات، روايات، حواديت، حوارات، أشعار، شمس النهار، ولو كنت مكان.